محترم جدا جدا جدا، كان بيخدمنا كلنا الصراحه الشهاده لله، يعني كان راجل محترم ومن احسن الناس اللي احنا كنا نعرفها وطول عمرنا كنا بنتباهى بيه. اطلاق اسم الشهيد العميد عامر عبد المقصود على مدرسه ملحقه المعلمين ده اقل ما يمكن ان نقدمه لشاب جميل ورائع وعلى خلق، وكان مثال لكل اهالي الدايره، وكان محب للجميع، وكان امين على حياه الناس كلها، وكان حتى اخر موقع ليه هو نائب مركز كرداسه شرطه كرداسه، كان بيحل مشاكل الناس بكلمه بعيدا عن المحاضر. وده دور الضابط الحقيقي او دور الشرطه الحقيقي اللي هو منع الجريمه قبل وقوعها، كان بيحافظ على الروابط الاسريه بين الناس في كل مواقع تولاها. فعلا هو ده اللي يليق باسم الكابتن عامر، ان الكابتن عامر خدم الرياضه المصريه وخدم الشرطه وراجل انسان. يعني الكابتن عامر صرف النظر عن هو ضابط شرطه هو انسان، فحتى الحمد لله كلنا في الدق في دايره الناحيه بنحبه وبنعتز بيه، والف رحمه تنزل عليه باذن الله. المفروض يتغير الاسم تكريما لاسم الشهيد اللي ضحى بنفسه من اجل الشعب ان شاء الله. اولا انا خالد الشهيد عامر عبد المقصود، ونتمنى ان نعمل له ذكرى في الملحقه في مدرسه الأورمان. احنا في ناس قابلت سياده المحافظ ووعد ان يدينا مدرسه الأورمان، فاهالي الدقي بتطلب ان الملحقه او مدرسه الأورمان يعني مش مشكله، يعني اي حاجه تبقى ايه يعني ذكرى للشهيد. يافطة مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود برواز اسود رمز الحداد، جوه علم مصر، بعدين شعار محافظة الجيزة على اليمين، وعلى الشمال صورة الشهيد عامر عبد المقصود، وما بين رمز الجيزة وصورة عامر عبد المقصود مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود. وده احنا نعمل بنرات 2 زي ما قلنا، وهتبقى دي موجوده على كل باب من ابواب مدرسه ملحقه المعلمين. عامر بنتمنى ان هو يكون موجود معانا في اي مشكله. بقول لحضرتك ده مجامل فيه فرح في ميت، يعني من اول الناس في العزاء، من اول الناس في صلح، من اول الناس في مجامله، من اول الناس في خدمه. عامر ده يعني احنا كنا بنلقبه بالعمده. ليه؟ لان يعني انت عارف العمد زمان كان العمده بيحل ويربط في المنطقه وفي البلد اللي هو عايش فيها، فكان عامل مثل اعلى لينا احنا، ولذلك احنا كنا بنقول ده العمده بتاعنا.